أهلا وسهلا فيكم بمطبخ ملح وسكر. اليوم جبت لكم وصفة بسيطة سريعة وبتشهي من قلب المطبخ الشرقي. عجة البقدونس ب4 بيضات، بس الطعم ما عليه حكي. يلا خلونا نبلش. رح نحتاج لتحضير الوصفة باكت بقدونس مفرومة ناعم، بصلة صغيرة مفرومة ناعم، واحد فص ثوم مفروم ناعم، أربع بيضات بحجم كبير، هلأ منضيف رشة فلفل أسود، ملح حسب الرغبة، معلقة صغيرة نعناع مجفف، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة شطة أو بابريكا، 2 معلقة طعام طحين متعدد الاستعمالات، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. نخلط كل هاي المكونات لحتى يتجانس معنا الخليط. منضيف شوية مي ونخلط، وهيك خليط العجة صار جاهز. سخن شوية زيت بمقلاية غير لاصقة ونسكب خليط العجة مثل ما مبين بالفيديو. وبس تتحمر من تحت نقلبها على الوجه الثاني. وهيك عجة البقدونس صارت جاهزة. وصفة بسيطة بطعم كبير، جربوها وعيشوا لحظة البساطة. بعتولي رأيكم بالتعليقات إذا حبيتوا الوصفة. ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. من قلبي لقلبكم بقول ألف صحة وهنا. باي باي.